السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم في شوية الكشري بتوع العربية دول؟ انا ولادي عايزين ياكلوا كشري وفي علب زي اللي بياكلوها في الشارع في العربيات. انا عملت هنا كشري سهل وكله في حلة واحدة. عملت العدس والرز والشعرية كلهم في حلة واحدة عشان نوفر شوية مواعين. معايا هنا شوية زيت كده حلوين، ومعايا بصلاية كبيرة مقطعاها مكعبات كده. هبتدي اشوحها وبعدين هطلعها من الزيت، احطها في طبق كده، وحمرت مكانها شويه شعريه. العدس بتاعي بقى انا نقعاه من امبارح، يعني انا لازم اكون نقعاه فتره كبيره والا هتبتدي تزودي في الميه بتاعه الرز. فانا عشان احط معيار الميه بتاع الرز بس لازم اكون نقعه العدس ده من بالليل. خلاص انا شوحت حطيت العدس كمان وحطيت البهارات بتاعتي وهرفعه على النار. يتشوح كده شويه ومعلقه توم كبيره، وهبتدي اشوح العدس بتاعي مع الشعريه والبصل. الله على الريحه والجمال، ريحته حلوه قوي. وبعد كده هبتدي انزل عليه الرز بتاعي وهديله الملح بتاعه، وهحط مقدار الرز ميه بس لاني انا نقع العدس. هنا معايا دي الطماطم اللي انا كنت مفرزاها. ارجعوا للفيديو، الطماطم دي انا لا حاطه لها لون ولا مسبكاها والله يا جماعه. ارجعوا هتكسبوا جدا لو شفتوا فيديو الطماطم اللي انا مخزناها دي. بفضي علبه الطماطم كده على النار، وبعمل هنا تومه، بحمر تومه كده. بصي، مفيش احلى من كده، جميله جدا جدا جدا. مجرد ما هتغلي احط لها البهارات بتاعتها كلها. ليك الاختيار بقى، تحطي تعمليها حراقه زياده، تعمليها حراقه بارده، يعني زي ما يعجبك، علشان انا ولادي بيحبوا الحاجه حراقه، الكشري بالذات. وطبعا بحط لها الخل. انا معايا هنا تومه وحطيت لها الملح والفلفل، دي عشان انا كنت سلقت المكرونه بتاعه الكشري، وهبتدي احط المكرونه فوق الملح وفوق الفلفل وفوق التومه بتاعتي، وهشوحها كده تشويحه. طبعا المكرونه دي مسلوقه سلقه عادي خالص، يعني زي ما تسلقي اي مكرونه نوعين على بعض. المكرونه الاسباجيتي مع مكرونه صغيره، وممكن تعملي اي اشكال، بس هو ده المعتاد بتاع الكشري. معايا هنا الخل، دي تقريبا كوبايه من الخل، وبتدي طعم رهيب جدا، وطبعا معلقه سكر بتدي طعم رهيب قوي قوي للصلصه بتاعتنا. هنا خلص الكشري بتاعي وكله في حله واحده، مفيش اسهل من كده. وهبتدي اعبلهم الكشري في العلب بتاعت بره زي ما اكنهم بياكلوا في العربية بالظبط. هم واقفين عايزين ياكلوا الكشري بالشكل ده، واقفين لي لازم في اطباق زي بتاعت بره. طب اتفضل. ادي نور بياخد مني العلبة، والتاني ميدو برضه هيقف ياخد مني العلبة بتاعته. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، وتعملوا لولادكم احسن من كده كمان. مفيش احسن من كده والله. ايه رأيك بقى؟ ما صبرش حتى لما صوروا خطفوا من ايدي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.